أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنت أمناتشوهي لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. أتعللواتشو أموالكم ገንዘቦቻችሁ ولا أولادكم እንዲሁም ልጆቻችሁ እንዳያታልሏችሁ عن ذكر الله الله ከማስታወስ ومن يفعل ذلك ይህንን የሚሰሩ ሰዎች فأولئك هم الخاسرون እነዚያ እነርሱ ከሳሪዎች ናቸው አለ። وأنفقوا مما رزقناكم እኛ ከሰጠናችሁ ሲሳይ መጽውቱ ለግሱ من قبل أن يأتي أحدكم الموت አንደኛችሁ ወደርሱ ሞት ከመምጣቱ በፊት فيقول ربي ጌታዬ ሆይ ከማለቱ በፊት ሞት ሲመጣበት لولا أخرتني إلى أجل قريب ወደ ቅርብ ጊዜ ብታቆየኝ እመኛለሁ فأصدق ምጽዋትን እንድለግስ እንድሰጥ وأكون من الصالحين ከደጋጎችም እንድሆን ወደ ጥቂት ጊዜ ብታቆየኝ እመኛለሁ ከማለቱ በፊት ይመጽውታል። ولن يؤخر الله نفسا الله ማንኛውም ነፍስ አያዘገያትም إذا جاء أجلها የመሞቻ ወቅቷ በመጣ ጊዜ ጊዜዋ በደረሰ ጊዜ ማንኛውም ነፍስ አያዘገያትም። والله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው። يقول الإمام السعدي رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره الله سبحانه وتعالى አማኝ ባሮቹን በዚህ አንቀጽ ያዛቸዋል እሱን ማውሳትን እንዲያበዙ። ዚክር የልብ መረጋጊያ ነው። ልብ ሰኪና እንዲያገኝ ዚክርን ማብዛት አይነተኛ መፍትሄ ነው። ከዚያ የተለየ ሌላ መፍትሄ የለውም። الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله سبحانه وتعالى እነዛ ያመኑት አላህን በማውሳት ልቦቻቸው ትረካለች ይላል። እርጋታን ሰኪናን ታገኛለች። አላ አዋጅ ንቁ بذكر الله تطمئن القلوب ልቦች የሚረጉት አላህን በማስታወስ ነው። አንድ ባሪያ ዚክርን ባበዛ ቁጥር እርጋታውም ሰኪናውም ይበዛለታል። فإن في ذلك الربح والفلاح በዚህ ውስጥ በዚክር ውስጥ ዚክርን በማብዛት ውስጥ
ትርፍ ነው ያለው ሪብህ ነው ወልፈላህ መዳን ነው ያለው ምትፈልገውን ማግኘት ነው ያለው والخيرات الكثيرة ብዙ መልካም ነገራቶችን ታገኛለህ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ጠያቂ መጥቶ ጠየቃቸው إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به እስላማዊ ድንጋጌዎች በስተውብኛል አላቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እስቲ አንዳች ነገር ንገሩኝ በደንብ አርጌ አጥብቄ ሊይዘው የምችል ብሎ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጠየቃቸው فأجابه بقوله فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله واللي ملاسه الله كما استوس أي وقدامت واللي بزير طب لازم ذكر الله سبحانه وتعالى واللي كان تقى الله موسات نور يا يكبدك عبادة راسه يقلل لها قلفوا ذكرنا كذكر براكة قطر عند باريا عبادهم يكبدول شكم يونبتال سيساراهم ايتعفتوا سيون ايسالتشونهم يساراهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله ببزات يميوسو وندوچم سيتوچم الله سبحانه وتعالى مهرة يزغاجلناچو تلك يونا من دان يزغاجلناچو يلا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات مفردوች ቀደሙ ወደፊት ሄደዋል ማናቸው ብሎ ሲጠይቋቸው አላህን በብዛት የሚያወሱ ወንዶችና ሴቶች ዚክር ምሽግ ነው ከሸይጣን ተንኮል ከሰዎች ተንኮል ራስህን የምትከላከልበት ምሽግ ነው حصن الحصين በጣም ጠንካራ የሆነ ምሽግ ነው ይሄን ዚክር የተወሰው ለጠላቱ ራሱን ያመቻቸ ነው ማለት መዳኛ የለውም ሌላ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚያወሳሰው يجد خيرات كثيرة በጣም ብዙ መልካም ነገራቶችን ያገኛል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ እኛን ትርፋማ በሚያደርግ ነገር ነው የሚያዘን وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره الله سبحانه وتعالى አሁንም ባሮቹን ይከለክላቸዋል أن تشغلهم أموالهم ገንዘቦቻቸው መሽጉል ውጥር እንዳያደርጓቸው وأولادهم ልጆቻቸው عن ذكره يسون كموسات اللهن كموسات ገንዘብህን ስታስብ ስለ ገንዘብ ስታስብ ገንዘቡን ለማግኘት ስትሯሯጥ አላህን ከማውሳት አትርሳ አያዘናጋ لأن الله سبحانه وتعالى قال ألهاكم التكاثر ألهاكم عن ذكر الله وعن طاعته التكاثر أي في الأموال والأولاد مبزات بالذنب بمفكاكر ብዙ ሰዎች ገንዘብ ኖሯቸው በገንዘቡ ደስተኛ አይሆኑ ሌሎችን ሰዎች እስካልበለጡ ድረስ ፉክክር ማለት ነው እነሱ ከሚያውቋቸው ይሁን ከማያውቋቸው ሰዎች ጋር ራሳቸውን ፉክክር ውስጥ ይከታሉ የዛ ፉክክር አሸናፊ ለመሆን ደግሞ የበለጠ እዛ ጉዳይ ውስጥ በጣም ጊዜ ማባከን ይፈልጋል إذن ساعت الله كموسات يزناقال الله كمتازز ችላ ይላሉ يا الله كل كلاوج كمتنكك يلق يدفرال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي حتى متم ودفنتم في المقابر
ሞታችሁ ቀብር እስክትገቡ ድረስ አዘናጋችሁ አታለላችሁ ይላል። እዚህም አንቀጽ ላይ አላህ ልጆቻችሁ ገንዘቦቻችሁ አላህን ከማውሳት እንዳያዘናጓችሁ ይላል። فإن محبة المال والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس ገንዘብን መውደድ ልጆችን መውደድ አብዛኛው ነፍስ የተገነባበት ባህሪው ነው። ለገንዘቡ ሲል ብዙ ነገር ውስጥ ይገባል፣ ለልጆቹ ሲል ብዙ ነገር ውስጥ ይገባል። فتقدمها على محبة الله ከመውደድ ይልቅ የገንዘብና የልጆቹን ፍላጎት ያስቀድማል። وفي ذلك ታዲያ በዚህ ምርጫ ስህተት ውስጥ ደግሞ ከልጆቹና ከአላህ ከገንዘቡና ከአላህ የመረጠው ምርጫ ስህተት በመሆኑ ምክንያት ገንዘቡና ልጆቹን በመምረጡ ምክንያት وفي ذلك الخسارة العظيمة تلك كسارة. ولهذا قال ومن يفعل لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الناس زنقوا قال بوالا ومن يفعل ذلك أي يمزنقا الله كما وصات الله كما تازز بلجوچو بغنزبوچو يمتالل سو أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. النجي كساروچ ናቸው فأولئك هم الخاسرون للسعادة الأبدية زلالامياوي يهونون እድለኝነታቸውን የከሰሩ ናቸው። لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች መርጠዋል የሚያልቀው የሚጠፋውን ከሚቆየው ከሚዘወተረው ይልቅ آثروا الأدنى من الأعلى زك عليهم يوردون مرتوا كلاينيو يلك مالت. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون لأن الله سبحانه وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. እናንተ ዘንድ ያለው አላቂ ነው። ምንም ቢበዛ ከቃሮን ሀብት ሊልቅ የሚችል ሀብት ሊኖር አይችልም። ከነ ሀብቱ ወደመ ጠፋ። ምንም ቢበዛ ይጠፋል አይቀርም። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች የሚጠፋውን ነገር መረጡ على ما يبقى ከሚቀረው ይልቅ قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ልጆቻችሁና ገንዘቦቻችሁ እናንተን መፈተኛ ብቻ ናቸው አለ አላህ ዘንድ ግን ትልቅ የሆነ ምንዳ አለ። وقوله وأنفقوا مما رزقناكم እኛ ከሰጠናችሁ ሲሳይ አንተ ከየትም አላመጣኸው وآتوهم من مال الله الذي آتاكم من الله من مال الله كالله ገንዘብ ስጧቸው ያ አላህ ከሰጣችሁ አላህ ይህንን ገንዘብ ወደ ራሱ ነው የሚያስጠጋው ወደ አንተ አያስጠጋው ወደዛ ያንን ሀብት በጊዜያዊ መልኩ ለተቆጣጣረው ሰው አይደለም ባለቤትነቱ የአላህ ነው وأنفقوا مما رزقناكم እኛ ከሰጠናችሁ ሲሳይ መጽውቱ ለግሱ يدخل في هذا النفقات الواجبة وأنفقوا مما رزقناكم بملو تأزاز وسط يدخل في هذا النفقات الواجبة قديتا يهونو مسواتوج قديتا عند الزكاة نصاب درسوا من الزكاة والكفارات زكاة مثل كفارات كفارة من الزو أن ننسو ملكو نقرار لهم قديتا ونموتات ونفقة الزوجات والمماليك عند باورا لمستوچو የሚያደርገው ወጪ ግዴታው ነው ስለፈለገ ብቻ የሚያደርገው ሳይሆን በግዴታ መልኩ የሚያወጣው ወጪ ነው والمماليك ከስሩ ያሉት የተለያዩ ባሮቹም ከስሩ የሚያስተዳድራቸው አካላቶች ሁሉ ወጪው በሱ ላይ ነው
ያ በእያንዳንዱ ንያ احتساب እያደረገ እስከወጣው ድረስ ለቤቱም የሚያወጣው ወጪ አጅር አለው حتى ما تجعل في امرأتك في حديث سعد بن أبي وقاص በባለቤት አፍ ውስጥ የምትከተው ጉርሻ እንኳን ያ احتساب ካደረግከው ንያ አድርገክ ከአላህ ዘንድ እየተሳሰብክ የምታወጣው ከሆነ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا الله يتفهم من دون يسطوال لزاسو ونحو ذلك إني مساسلو بقديتا ملكو سويو اندياوطا يميقدداتشو ألو والنفقات المستحبة يميوددو قديتا ما يهونوبت ሌሎች ደግሞ የልግስና መስመሮች አሉ كبذل المال في جميع المصالح لا تقالي ጥቅም ላለው ጉዳይ የሚያወጣው ወጪ መስለሐ ያላቸው ለሰው ልጆች የሚጠቅሙ ነገራቶችን ለመስራት በዲኑ ጉዳይ ላይ የሚያወጣው ግዴታ ያልሆነበት ማለት ይሄ ሁሉ በዚህ አንቀጽ ሲገባል وانفقوا مما رزقناكم በሚለው وقال مما رزقناكم ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم مما رزقناكم كسطناچو سيل من يملكتنا الله باروچون አላስገደዳቸውም من النفقة كمصوات ما يعنتهم الناس በጣም የሚያስቸግራቸው ويشق عليهم ለነሱ የሚከብዳቸው የሆነውን አይደለም بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم ويسر لهم أسبابه يقول نسأل الله سبحانه وتعالى يعززاتشو كالاتشو السو كستاتشو اتوسنا كفرنو جزء مما رزقهم الله الذي يسره لهم يا الله يرزقاتشو يا أنن جنزب انديا جنيوت يا قرالاتشو من قرون يسوقاتشو السنو ويسر لهم أسبابه ምክንያቶችን ሁሉ ያገራላቸው ነገራቶች አንዳንዴ ይሰካካሉ ይገጣጣሙና አንተ ገንዘብ የምታገኝበት መንገድ አላህ ያመቻችላል ይህን ያደረገው አላህ መሆኑን አውቆ ያባረ አላህ ከሰጠው ነገር ደግሞ እሱም በተወሰነ መልኩ ያውጣ ነው فليشكروا الذي أعطاهم يا يسطاچون ጌታቸውን አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ያመስግኑ እንዴት ነው የሚያመሰግኑት بمواساة إخوانهم المحتاجين እነዛ ፈላጊ ችግረኛ የሆኑ ወንድሞቻቸውን በመርዳት አላህን ያመስግኑ ማመስገን ሲባል በልብም አይ ይሄ ገንዘብ አላህ እንጂ በኔ ልፋት በኔ ትጋት የመጣ አይደለም እኔ ሰበብ አደረስኩ የሰጠኝ አላህ ነው ይሄ ነው በልብ ማመስገን ማለት ይሄ ያለህን አላህ የሰጠህን ሪዝቅ ወደ አላህ ማስጠጋት አላህ ነው የሰጠኝ ይሄ አንዱ የልብ ማመስገን ከዛም በምላሱም ያመሰግናል አልহামዱሊላህ ይላል ከዛም በዛ ገንዘብ ደግሞ አላህ የሚወደውን ነገር ማለት ሀከታ ኢንፋቅ ማመስገን ነው የነራሱ فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين فلاقيون وندموچاچون ለነሱ ችግራቸውን የሚቀርፍላቸውን ሰደቃዎችን ምጽዋቶችን በማድረግ አላህን ያመስግኑ ያ ገንዘቡን የሰጣቸው وليبادروا بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير وليبادروا يقدموا بذلك أي بإنفاقهم بلقسناتشو يشقدادموا نجا كنغودي አትበል ሞት ቀጠሮ ይዞ አይደለም የሚመጣው ነገ ከነጎዳ ያመጣለው ብሎ አይደለም የሚመጣው አንድ ሰው ምቹ ሁኔታ ላይ እስካለ ድረስ ምክንያት አልባ የሆነ ቀጠሮን አይስጥ ምክንያታዊ ከሆነ نعم ያ ምክንያታዊ ነው ምክንያት አልባ ከነፍሱ ጋር ገና ግብ ግን ከሆነ ይቁረጥ ሞትን ይቅደመው وليبادر
وليبادر بذلك الموت الذي إذا جاء كمتى يا موت لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير بجرش الدلون آياغنيم يا بارع يكون جاج يأكل خير لمسرافك موت كمتى متى ساتت بتشان جميع ترفو من ما درجة النبي عليه الصلاة والسلام عند زينة نفق عنه بالأفضل يا رود أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل ما أفضل الصدقة سيرواتشو بلاج يونا مصوات بلاج يونا لقسنا يتمنى بلو يستيقاتشو أنت صدق على التادرقنو وأنت صحيح يتعنى هنا منهم هم ما يسمى نسوسه هنا شحيح وستدمو سست يفلق مستأتو እያንገራገረው ማለት ነው እያስጨነቀው ያን የሚያሸንፍበት አንተ صدق وانت صحيح شحيح شحيح ሚለውን تخشى الفقر وتأمل الغنى ሀብትን እያለምክ ገና ገንዘቤ ካፒታል ይጨምራል የሚለውን እያለምክ ድህነትን ደግሞ እየፈራክ በሁለቱ መሃል ሆነክ ምክንያቱም ማንኛችንም ያለው ነገር እንዲጨምር ይመኛል ይፈልጋል እንዲቀንስበት ደግሞ አይፈልግም ላኪን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተብሎ የሚወጣ ወጪ ቀነሳ አይባልም قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال ما نقصت በጭራሽ አትቀንስም ምጽዋት ከገንዘብ ላይ አመንበትም አላመንበትም هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أنفقت من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين أنت قطروا أن نسميلو أمر لا تسلون يسلال لكن على الزون يعني على الكنس ما نقصت من صدقة من مال أي كنسهم لكن شيطان قال يأنن أي فلقم الشيطان يعدكم الفقر بدهنة أسفرار ألك بكنس بورد بهلال هيقب قبيون المالتنا أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهلا أتزغير نجا أتبل زارينو يانت نجا يانت عدل أتقو حتى إذا بلغت الحرقوم ያቺ ሩህ መታ ጉሮሮ ስትደርስ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ሲሆን እዛን ሰዓት ሁሉ ነገር الناس اذا ماتوا استيقظوا ሰዎች ልክ ሲሞቱ ይነቃሉ ከእንቅልፋቸው ያ ኸይር ሁሉ ይታያል እዛን ሰዓት ምንድነው የሚጠቅመኝ ምንድነው የሚጎዳኝ በደንብ ይታያል ለዚህ ነው الله سبحانه وتعالى እንደነገረን حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون መልሱኝ ነው የሚለው ያ ፍለፊቱ የሚታየውን ኸይር ለመስራት ራሱን ለማስተካከል ይመኛል በዛች ቅጽበት ማለት ነው ትንሽ ደቂቃ ይበቃዋል ምኞቱ ማለት ነው ስለዚህ ያ ሰው ምንም አይነት እድል አያገኝም ሞቱ ከመጣ ያን ሞት ቅደም حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان لك ليه ست لك ليه ست لك ليه من يوت مالت إلى ما راجع اللوم يوراش ገንዘብ ነው ማለት ነው የሱ አይደለም ኃላፊነቱ ያበቃል ልክ ሞቱ ሲመጣ ወራሾቹ በፈለጉት መልኩ ይጠቀሙበታል የሱ ድል በህይወት እያለ ነው ወደ ራሱ ካዝና ማስቀመጥ የሚችለው አንድ ባሪያ እዚህ ዱንያ ላይ ሆኖ የሚያደርገው ኸይር ነው ولهذا قال من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا بتام بسأت يتملى هنا يلال يه متفاف ليالاكان على ما فرط في وقت الإمكان متشوت دلوت نجراتوتشو كل نجر ألقى بالقى بهونو جزء شلا بالو باقودلو نجر يتسسفان بزازات يتملى هنا
الله سبحانه وتعالى يطيق سائلا الرجعة التي هي محال يما يهونن يمملس ጥያቄ ይጠይቃል መቼም ሊሳካም ሊሆንም የማይችል ጥያቄ ነው አንድ ሰው ሞት ላይ ሆኖ ድጋሚ መመለስ ማለት ያንን ጥያቄ ይጠይቃል ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب ወደ ቅርብ ጊዜ እንደው ብታዘገየኝ ቅርብ ጊዜ አመት ሁለት አመት ያን እንኳን ለሚመኘው በል ሰከንድን ሊበቃው ይችላል እንደ ራሱ ምኞት እዛ ጋር እቺን እድል ባገኝ ይሄን አደርግ ነበር የሚል ምኞት በዚህ የተሞላ ነው የሚሆነው لكن ያን አያገኘውም لأتدارك ما فرطت فيه በዛ በህይወቴ ላይ ያጓደልኩትን ልደርስበት ላስተካክለው ላርመው ይሄን እድል ይሰጠኝ ይላል يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين الله ብዙ አንቀጾች ላይ ይነግረናል ሁሉም ባለበት حال ራሱን ማስተካከል ነው የሚመኘው الله سبحانه وتعالى ግን እድልን ሰጥቷል አንድ ሰው መጠቀም የሚችልበትን እድሜ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عند سو مجسس ممكر የሚችልበትን እድሜ አልሰጠናችሁም ምን አስጠንቃቂስ አልመጣላችሁም ነበር እኔ ይላቸዋል አስጠንቃቂ ካልመጣለት ሰውየው ምክንያት ሊያቀርብ ነው ማለት ነው لكن الله سبحانه وتعالى ለሁሉም አስጠንቃቂ አድርሷል وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ማንኛውም ህዝብ የለችም አስጠንቃቂ ያላለፈባት فأصدق من مالي كجنزبي صدقة لاوطا እንደው እድል ይሰጠኝ ይላል ما به أنجو من العذاب በዛ ሰደቃ ራሴን ነፃ ማውጣበት ከቅጣት የምድንበትን የሆነ እድል ይሰጠኝ واستحق به جزيل الثواب እንዲሁም ብዙ የሆነ ምንዳ ተገቢ የምሆንበት ለብዙ ምንዳ ተከፋይ እንደሆን እድል ማገኝበትን የሆነች መልካም ሥራ ምሰራበት እድል ይሰጠኝ ጥያቄውን ይጠይቃል وأكون من الصالحين بأداء المأمورات كلها አጠቃላይ ትእዛዛቶችን በመፈጸም ከደጋግ ሰዎች ልሁን ደግ መሆን ምን አይነት እንደሆነ የዛን ሰዓት በደንብ ይረዳል በደንብ ይገነዘባል በሰላቱም በዚክሩም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅሙን በሰጠው በሌሎችም መልካም ሥራዎች ላይ የመሳተፍ ጉጉት ያድርበታል يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين يا حسرتان واسأتين منه على ما فرطت في جنب الله أي بالله حق يا قدر الكت يا قدر ነገር ሁሉ ፈለፊቱ ይመጣበታል በእድሜው የተጫወተው የቀለደው ያለ አግባብ ያጠፋው ጊዜ አላህን ከማውሳት የተዘናጋበት ጊዜ ሁሉም ፈለፊቱ ይመጣለታል የማስተካከሉን እድል ይመኛል لكن ያ አይሰጠውም وجتناب المنهيات كلكلاዎችን በመራቅ ብዙ ክልከላዎችን አላህ ያዘዘውን ተዳፍሯል ብዙ ክልከላዎችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተው ያለውን ገብቶበታል ያን ሁሉ ማስተካከል ይፈልጋል ويدخل في هذا በዚህ ውስጥ ይገባል الحج وغيره حج ትልቅ የሆነ ዒባዳ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅም ሰጥቶት ያንን ሐጅ የማይፈጽም በእድሜው ግዴታ ነው ሐጅ ሩክን من أركان الإسلام ከእስልምና ማዕዘናቶች ውስጥ አንዱ ነው ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين አቅሙ በቻለ ወደዛም ያዳርሰውን ጣጣ ለሚወጣ ለሆነ አካል ግዴታ ነው በእድሜ አንድ ጊዜ ማለት
لكن كم من الناس قد أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا كثيرا وقوة يعني ما أدرك ميشلبت قلبت አቅምን ሁሉ አሟልቶለት ግን ቆይ በሚቀጥለው አመት እያለ ሞቱ ይመጣና የወሰደው ስንቱ ነው አላህ አቅሙን ሰጥቶት አንዳንዱ ገንዘቡ ላይ ነው የሚሰስተው ለዛ የሚያወጣው ወጪ ትልቅ አድርጎ ያያዋል አንዳንዱ ደግሞ እዚህ የተወጠረበት የዱንያ በቃ ሰዓት የለኝም ይላል ሰዓት የለኝም ጊዜ ያጥራዋል የአላህን ሐቅ ለመወጣት ይሄ ነው እንግዲህ لا تلهكم اموالكم والاولادكم عن ذكر كم من الناس በጣም ብዙ ሰዎች ያውቃሉ ግዴታ መሆኑን ሐጅ አቅሙ እንዳላቸው ያውቃሉ ላኪን ለጊዜያቸው ይሰስታሉ እዛ ሄደው የሚፈጁትን ቀናቶች ራሳቸውን ሸውዱበታል በላንዳንዶቹ ዙልም የሚሰሩ አሉ እኮ فعلا ለጊዜ ካላቸው ስስት ዒባዳቸውን የሚያበላሹ የሰውን ሐቅ የሚነኩ ከጊዜ ጋር የተያያዘ مثلا በእኛ ሀገር ደረጃ ራሱ ሐጅ የሚሄድ ሰው በተርቲብ ነው የሚሄደው አይደል ቀድሞ ሄደው ቀድሞ ይመለሳል የተለያዩ ዘህማዎች ይኖራሉ እሱ እዚህ ላለው ቢዝነስ ሲል ቶሎ ለመመለስ ሲል ዘግይቶ ይሄዳል ከዛም ደግሞ እዛ ጊዜያቸውን ጠብቆ ቀድሞ ሄደው ቀድሞ የሚመለሱትን የሆኑ ሰዎች ሐቅ ውስጥ ገብቶ በረሽዋ ማለት በጉቦ እየሰጠ እነሱን ወደ ኋላ የሚያስቀር ስንት ነው ያለው በትክክል የሚጨበጥ ማለት ይሄ ዒባዳውንም ያበላሸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘንድ የሰው ሐቅ ነው ርሽዋ በገንዘብ ነው እነዛ አስተዳዳሪዎችን አስፈጻሚዎችን በገንዘብ አታሎ እሱ ወደዚህ ይመጣል እነዛ ሰዎች እንከራተታሉ ይሄ ራሱ ዙልም ነው አቅም አለኝ ብሎ ነው ይሄን የሚፈጽመው لكن هذا لا يجوز እንግዲህ ያቺን ሀገር ተነጥሎ ሮጦ እዚህ ቢዝነሱ ጋር ለመምጣት እኮ ነው ወይላ አንድ ቀን እንኳን እዛ ካዕባ ላይ የሚሰግደው ሰላት ስንት ደረጃ አለው ያን እድል መጠቀም ነው ያለበት ኸይሩን ትቶ ግን ወደ ዙልም ነው ራሱን ሰብር ማድረግ ነው ያለበት ታጋሽ መሆን ነው ያለበት على طاعة الله صبر አላህን በመታዘዝ ላይ ራሱ አስፈላጊ ነው ነፍስያ ተጎተጉታለች ይበቃል ትላለች አንተ ግን ነፍስያን ጭፍልቅ አድርገህ ይዘህ በኸይር ላይ ካላገድካት ታስወግዳለች ስለዚህ ክልከላ ነው ይሄ ክልከላም በመራቅ አላህ ያዘዘውን ነገር ችላ በማለት ያሳለፈው ነገር ሁሉ ቁጭት ይፈጥርበታል ይለበልበዋል ያ ቁጭት ማለት ነው ويدخل في هذا الحج وغيره وهذا السؤال والتمني قد فات وقته يطياقنا منيوت وقت الفوال መልስ ማግኛ ምንም አይነት እድል የለም የሚፈልገውን ጥያቄ ማለት ነው ولا يمكن تداركه ያንን ማግኘትም የሚመች ነገር አይደለም የሚሆን አይደለም የማይሳካ ጥያቄ ነው ያ ባሪያ የሚጠይቀው ولهذا قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله سبحانه وتعالى ማንኛውም ነፍስ ወደ ኋላ አያዘገያትም إذا جاء أجلها المحتوم عليها بس ላይ የተጻፈባት አጀል እስከመጣ ድረስ በጭራሽ የሚመልሰው ነገር የለም قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون يا بنانت ላይ የተሾመባችሁ የሞት መልአክ ነፍሳችሁን ያወጣል ይወስዳችኋል ከዛም ወደ ጌታችሁ ትመለሳላችሁ ወደ ኋላ መዘግየት የለም الله سبحانه وتعالى ይህንን የመሞቻችን ወቅት ገና የእናታችን ሆድ ውስጥ ሳለን ተመዝግቦ ያለቀ 4 ወር ሲሞራው ያም መልአክ ተልኮ ከሚጽፋቸው ጽሁፎች ውስጥ አንዱ ምንድነው አጀል ምን ያህል ይቆያል
ያ ተጽፎ ካበቃ ከተጠናቀቀ በኋላ ሰውየው አጀሉን ነው የሚጠብቀው اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ወደኋላም ወደፊት የለም ወቅቱ ናት አንድ ጉርሻ ከቀረው ያቺ ጉርሻን ሳይበላት አይሞትም ይጠብቃታል እንጂ አጋጣሚው የትኛው ምድር ላይ ቢገባ ያ ሞት አይቀርም ያልገመተው ያላሰበው ሀገር ላይ ሄዶም ይሞታል قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض روح عبد جعل الله إليها حاجة الله يا أندم بارع روح يونا مدر لا يونا هاجر لا ليوستو كفلق يزام بارع حاجة ورزاقر يضربوانا يونا حاجة يفتر يونا قد يفتر يالقمته على السبب يهيدا للزاوته يموتا الله سبحانه وتعالى يوسنو مات بوقتم ببوتام أي قدم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله سلازي من دنا ميفلقوا كباريو كل زقجو هونو مطبقنا موت أنت تزقاشته اسكت تطبقوا أي طبقها أنت تزقاشته مطبق على سيمتا مرحبا خلاص أنت مرت يا الله دق باريا الله أن يمتاملك يا الله نزو باريا اسكتونا يطبقها وقتهم بيتشانو يطبقها وقتو سيمتا باللبت حالي يوسدها أنت قد زقجو هنا متطبقوا كونا اللهن متفرا كونا الله بميفلقه ملكو ሁሌ ዝግጁ ኢስቲቃማ የሚባለው ነው ሁሌ አላህ በሚወደው ነገር ላይ መገኘት ድንገት ያ ኢስቲቃማ ዘንበል ብሎ መጥፎ ሁኔታ ላይ ሳለ ልትወሰድ ይችላል ሁሌ አንድ ሰው ነፍሱን ማናገር ያለበት ይሄ ነው ወንጀል ሊሰራ ሲል ክፉ ሐሳብ ሲመጣበት ይሄን ነገር እየሰራው ያለው ሞት ቢመጣስ ይሄን ሲያስብ ድንግጥ ይላል ከዛ ነገር ራሱን ለማውጣት ይጥራል አማ ግን የሞት ሐሳብ ከሌለ ስለሞት ሁሌ አእምሮ የማይጨነቅ ከሆነ ግን خلاص እንደፈለገ ይሆናል በዛ በሆነበት حال ሞቱም ይመጣል ማለት ولهذا قال ولا يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها المحتوم لها لسه يتصافلات يا اجل يا وقت كما تطوها الله نفسا عازقياتم والله خبير بما تعملون من خير وشر الله سبحانه وتعالى انت بمتسروت كلهم كفونم دقونم وسطاواقي أبدر طرو كلهم ياوقوال منم كسو يدبقبت ነገር የለም فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال الله سبحانه وتعالى يا وسطاواقي كونه እናንተንም በዛ ባወቀው መልካም ይሁን ክፉ ስራችሁ ይመነዳችኋል فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال ውስጣችሁ ያለው ሐሳብ ክፉ ነው ወይስ ደግ ሐሳብ ነው የምታስቡት ስራችሁ መልካም ነው ወይስ ክፉ ነው በዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች ይመነዳቸዋል ሚቀሰቅሳቸውም ለዛ ነው لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير تكسكسالاችሁ ከዛም የሰራችሁት ሁሉ ይነገራችኋል بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا
ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام السعدي رحمه الله سورة الانشقاق وهي مكية سورة الانشقاق مكة وسكورد سورة وجوست تمدبالج خمس አንቀጾችን 436 ፊደላቶችን እና 107 ከሊማዎችን አቅፋ ያዘች ሱራ ናት قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت سماي بتكددت جزي وأذنت لربها وحقت وأذنت أي لقيتها تأزاز بسمت جزي وحقت للتسمام يقباتا وإذا الأرض مدت مدرم بتزرقات بتلتتت جزي وألقت ما فيها بوسطا يالونم هلو بتعالجنا وتخلت بادو بهونتش جزي وأذنت لربها وحقت لقيتها سمت يسون تزاز أدمتش وحقت للتسامام للتتعزز ميقباتان يا أيها الإنسان أنت سوه إلى الله إنك كادح إلى ربك أنت ودقيتا لفينا كدحا لفات فملاقيه كزام يمتقنانيونا فأما من أوتي كتابه يما مصحف يتستوصوا بيمينه بكن يجو فسوف يحاسب حسابا يسيرا برقتم قلال يهون مرمران يمرمران وينقلب يملس علم إلى أهله ودبيت سوچو مسرورا تدساج هونو وأما من أوتي كتابه وراء ظهره ياما مصحفون يتسطو وراء ظهره أي بجربو فالا يتسطو سوما فسوف يدعو ثبورا طفاتن برقت يطرال أي وطفاتي ياله طفاتن يطرال ويصلى سعيرا ينددج يتغاغامج اساتون يغبال لمال إنه كان في أهله مسرورا ارسكو በቤተሰቡ ውስጥ ተደሳች ነበርና አይ ዱንያ ላይ ሳለማል إنه እርሱ ظن أن لن يحور أيه የተሳሳተው የእሳት የሆነው ሰው ظن አስቦ ገምቶ ነበረ أن لن يحور ወደ አላህ አለመመለስን አልመለስም ብሎ ገምቶ ነበር በላ አይደለም በጭራሽ ተመላሽ ነው ይህ ሰው إن ربه ጌታውኮ አላሁ ስብሓነሁ كان به بصيرا በርሱ መመለስ እሱን መልሶ በመቀስቀሱ ላይ አዋቂ ነው አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام إذا السماء انشقت الله سبحانه قلت سيادر قلن
ሲያብራራልን يوم القيامة የሚሆነው لما يكون يوم القيامة የሰው ልጆች ከሞቱ በኋላ ለነገ ቀናቸው እንዲሰሩ አላህ ደጋግሞ ተናግሯል በቁርአን ላይ ያንን ቀን አሁንም እያስታወሰ ያለው ወልተንዙር ነፍስ ما قدمت لغد ያለ ለነገዋ ምን እንዳዘጋጀች እያንዳንዷ ነፍስ ትመልከት ብሏል ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا እንዳሉ ሳትመረመሩ ዛሬ ራሳችሁን መርምሩ ለዚህ ቀን ነው አላህ ያብራራልናል ሙበይና لما يكون يوم القيامه የተንሳይለት የሚሆነውን ነገር ያብራራልን من تغير الاجرام العظام በጣም ግዙፍ የሆኑ ቁስ አካሎች አሉ ዛሬ በዱንያ ላይ እኛ ማናያቸው ከላያችን ያሉ ሰማይን ከዋክብቶችን የተለያዩ ግዙፍ የሆኑ አካሎች አሉ አላህ የነገረን ከኛ አእምሮ በላይ የሆኑ ከኛ ልኬት በላይ የሆኑ የሰው ልጆች በግምታዊ መልኩ የሚጠቅሷቸው ፕላኔቶች ምናምን እየተባሉ የሚወሱት ማለት ነው ሰማይ በራሱ ይቀያየራል ሁኔታው ዛሬ ዱንያ ላይ ቀለል አድርገን እንደምንጠራቸው አይሆኑም የዛን ቀን ሐላቸው ይቀየራል ያን ነው ሼኹ من تغير الاجرام العظام جرم ይሉታል مفردون ማለት ነው اذا السماء انشقت اي انفطرت وتمايز بعضها من بعض ሰማይ በተቀደደች ጊዜ انفطر اذا السماء انفطرت ይላል بسورة الانفطار لي أي انفطرت وانشقت بمعنى انشقت أي بتكددت جزي انفطرت بتسنتكت جزي أقلالزون ليوناتو حالو تمساسين وتمايز بعضها من بعض كفلو بتلي جزي إلا هي تميز له وانتشر نجومها وانتثرت نجومها زال يلو كواكبቶች ይበተናሉ واذا الكواكب انتثرت እንዳሉ ይበታተናሉ ይወድቃሉ وخسف شمسها وقمرها ፀሐይና ጨረቃ ደግሞ ብርሃናቸውን ያጣሉ ብርሃናቸው ይወገዳል ዛሬ ለኛ ፀሐይ የምትሰጠው ጥቅም ብርሃኗን ነው ጨረቃውም እንደዛው ነገር ግን ያ የሰው ልጆች በዱንያ ላይ ያላቸው እድሜ ሲያበቃ ነገራቶች ሁሉ ይቀያየራሉ ፀሐይና ጨረቃም ብርሃናቸውን ይጠፋል وأذنت لربها أي استمعت لأمره يسون تزا سماች ይቺ ሰማይ وألقت سمعها መስማያዋን ጣል ታረጋለች ትሰማለች وأصاخت لخطابه أي أصغت سمعها جوران يعني مسمعان ጣል ታደርጋለች لخطابه ለሱ ንግግር ለአላህ سبحانه وحق لها ذلك ይሄ ደግሞ ይገባታል ይቺ ሰማይ አላህን ትእዛዝ ልትሰማ ይገባታል ሲፈጥራትም እንደዛው ታዛዥ ሆና ነው وقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ሁለቱም ሰማይ ምድርም ታዛዥ ሆኖ ነው የመጡት ሲፈጠሩ የማብቂያቸውም ጊዜ እንደዛው በትእዛዝ ነው إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون هون በሚለው ቃሉ አላህ ትእዛዝ ያስተላልፋል ያ እሱ የሻው ነገር ይሆናል ስለዚህ ይገባታል ይህች ሰማይ فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم እሷ የተገራች ናት አለ ሼኹ ረሂመሁላህ فإنها مسخرة የተገራች ናት ሙደበራ እንደዛውም ክንውኗም በማን ውስጥ ነው تحت مسخر ሁሉን ነገር ባገራው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስር ነው ملك عظيم ታላቅ የሆነው ንጉስ لا يعصى أمره تزازو بجرش አይጣስም
ولا يخالف حكمه فردو ማንም አይቃረነው ተፈጻሚ ነው فعال لما يريد እሱ የሻውን ፈጻሚ ነውና واذا الارض مدت اي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ትንቀጠቀጣለች ይቺ ምድር ተራሮቹም ከሷ ይወገዳሉ ودك ما عليها من بناء ومعلم በሷ ላይ ያለው ግንባታና አጠቃላይ የሰው ልጆች ተጽዕኖ ያረፈባቸው የተለያዩ ግንባታዎች የተለያዩ ስራዎች ይወገዳሉ فسويت ومدها الله سبحانه وتعالى مد الأديم الله يستكاكلاتال لጥ ያረጋታል ይዘረጋታል ይለጥጣታል مد الأديم ልክ እንደ ቆዳ ማለት ነው መሬት ላይ ቆዳ ይለፋል አይደል እንዴ ሲለፋ ተወጥሮ ነው መሬት ላይ ልክ እንደዛ ይተዘረጋለች ይህች ምድር حتى صارت واسعة جدا በጣም ሰፊ እስክትሆን ድረስ ማለት تسع أهل الموقف على كثرتهم أهل الموقف ነገ يوم القيامة የሰው ልጆች ሁሉ من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم كآدم جمرو عليه السلام إلى يوم القيامة የሚመጣው ፍጡር ሁሉ የሚቆምበት موقف الله سبحانه وتعالى መጥቶ ፍርድ እስኪሰጥ ድረስ የሚጠባበቁበት ያ ሰፊ የሆነ ሜዳ ያ ሁሉ ከብዛታቸው ጋር ይበቃቸዋል صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم ከብዛታቸው ጋር እነዛ የመውቂፉ ባልተቤቶችን ሁሉ ትበቃቸዋለች ሰብስባት ይዛቸዋለች فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا قاعا لت على ميدا ትሆናለች ማለት لا ترى فيها عوجا ولا أمتا አባጣ ጎርባጣ ይዛን ሰዓት አትመለከትም እንዳለው አላህ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ምንም አይነት ከፍና ዝቅ ያለ ነገር አታይም ሁሉ ነገር ለጥ ይላል ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላምም ነግረውናል የሰው ልጆች አላህ እንዴት እንደሚሰበስባቸው كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين الله يتنسى يلت يمجمر وچونم يساو لجوج يمجرش وچونم هلونم يسبسباتشوال في صعيد واحد بأند مدالي فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر عند تطاري هلونم بمياسما لك مالك እይታም ሁሉንም እንድታይ ያደርጋል ይሄ ከፍታ ስለሆነ ዝቅ ያለው አልታየኝም ዝቅታ ላይ ስለሆነ ከፍ ያለው አልታየኝም የምትለው ነገር አይደለም ሁሉም በአንድ ቦታ ላይ ስለሚሰበሰቡ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እይታ ራሱ ሁሉንም ማየት ይቻላል አንድ ተጣሪ ሁሉንም እንዲሰማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስችለዋል የዛን ቀን وهذا حديث طويل ሰፊ በሆነ ስለ ትንሳኤ ዕለት በሚዘዝረው ሐዲስ ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የነገሩን ከዚህ ጋር ሙተራዲፍ ነው فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها من الأموال والكنوز ታወጣለችም ይህች ምድር ما فيها በውስጧ አከማሽ ተያዘችውን من الأموات ሙታኖችን والكنوز የተለያዩ ድልቦች የተለያዩ በውስጡ የተከማቹ ዱንያ ላይ የሰው ልጆች የሚጠቀሙባቸው ብዙ ውድ ነገሮች አሉ ያን ሁሉ ታወጣዋለች وتخلت منهم እነሱ እንዳለ አራግፋ ባዶ ትሆናለች فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض
ሙታኖች ሁሉም ይወጣሉ ከቀብሮቻቸው من الأجداث أي من قبورهم إلى وجه الأرض ወደ ምድር ገጽታ ይወጣሉ ከውስጧ ወደ ውጪ ማለት ነው وتخرج الأرض كنوزها ውስጧ ያለውንም ድልቦች ምድር ታወጣለች حتى تكون كالأسطوان العظيم سفي هنا ميداس كتمثل درس مالته يشاهده الخلق فطرانو كلهم يملكتوታል ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون ሲሯሯጡለት በነበረው ጉዳይ ሁሉ ይጸጸታሉ ሲሮጡት የነበረው ጉዳይ ሲለፉለት የነበረው ጉዳይ ለዛ ለአስፈሪው ቀን የማይጠቅም ሆኖ ሲያገኙት ጸጸት እንጂ ሌላ አማራጭ የላቸውም وأذنت لربها وحقت أيش مدر የጌታዋን ትእዛዝ ሰማች ያንንም ታዘዘች ይገባታልም ምክንያቱም በሱ ቁጥጥር ናት ታዛዥ ሆና ተፈጥራለች አላህ ባዘዛት መልኩም ትቀየራለች እሱ ወደ ፈለጋት يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ከምናቀው ባህሪዋም ገጽታዋም ሁሉ ነገር ይቀያየራል ثم قال الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساع إلى الله أنت ودى الله رواجنا كل تقواجنا وعامل بأوامره ونواهيه عندهم فاسامنا يسون تزازنا كل كلام ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ودرسهم متقربنا ويبكفات ويم بملكام نجر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا إهن بملكام يون بكفات بزيش دنيا لي الله بفتره مدر لي تروط على تنكساكس على كذا ما الله تجنانيو على أتطعم من دهن منه فلا تعدم منه كالله أتطعم جزاء من دهن بالفضل بملكام شروطا إن كنت سعيدا كدلنيوش غورا كونك أو بالعدل بفته دمو كفيا أن تاغنيا له إن كنت شقيا الدل باسم كونك أي دنيا لي لنقى الآخرة ميتاق مهن بالا مسراته مخنات الدل بيستهن الله يا الدل بسنته وكسروا بمطعم ملسوا دانتنو الله بحديث القرسي اندالو مالت يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه باروچو هيبلو الله يطرن يا سراچو نو ما كماچلاچو مسبسبلاچو كزام ነገ يوم القيامة በዛ በሰራችሁ ልክ ነው መከፍላችሁ ምትመነዱት ታዲያ በዚህ ሰዓት فمن وجد خيرا መልካምን ክፍያ ያገኘ ሰው فليحمد الله اللهን ያመስግን እኔ ስለሰራው ነው እኔ እንዲስላረኩ ነው ሊላ አይችልም انما دخل الجنه بفضل الله ورحمته بالله ችሮታ በሱ እዝነት ነው ወኢላ አላህ ዱንያ ላይ የሰጠው ኒዕማ ዱንያ ላይ ባደረገው ዒባዳ ቢካካስ የአንድ አይኑን እንኳን ኒዕማ አይከፍልም እድሜውን ሙሉ ቢሰራ ማለት ነው እድሜውን ሙሉ ለአላህ ጣኢዕ ዓቢድ ቢሆን ማለት ነው አንድ ሰው ከዛ አላህ ከዋለለት ጸጋ ጋር በዛ ሒሳብ እየተሰራ ቢኬድ ከሰውነት አካሉ ትንሿን ምን ሊከፍል አይችልም ላኪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቢረህማ በእዝነቱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደኛችሁም ጀነት አይገባም በስራው ያሉት ለዛ ነው لا يدخل احدكم الجنه بعملي ولا انت يا رسول الله ارسم بيونو አሏች ولا انا الا يتغمدني الله برحمه منه وفضل الله በችሮታው በእዝነቱ ሸፍኖኝ ካልሆነ እኔም ራሱ አልገባም በስራዬ ነው ለዚህ ነው ዑለማዎች የጀነት ሰዎች
ጀነት የገባችሁት ብሎ አላህ ይነግራቸዋል ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን እቺ በሰበብያ ነው የሚሉት አይ ቢሰበብ ማ ኩንቱም ተዕመሉን ሰበብ ነው ቀጥታ ሰራው ብቻ ጀነት አያስገባው ላኪን ለመግባቱ ምን ሆነዋል ሰበብ ሆነዋል ሰበቡን ማድረስ ግድ ይላል ወይላ በሰራው ብቻ ጀነት ሊገባ አይችልም ስለዚህ የሰው ልጅ ምንዳውን ያገኛል ኸይር ከሰራ በኸይሩ በሸር ውስጥም ከሆነ ያንን የሸሩን ውጤት ያገኛል ነው ولهذا ذكر تفصيل الجزاء الله በጥቅሉ የሰው ልጅ በሰራው ልክ አላህን እንደሚገናኝና ምንዳውን እንደሚከፈለው ገለጸ ثم ذكر تفصيل الجزاء የምንዳ አሰጣጡን ዝርዝሩን ደሞ ተናገረ በመልካም መልኩ ነው የሚሰጠው እንዴት ነው የሚሰጠው ሲሰጥስ ምን አይነት ሰዎች አሉ ይሄን ዝርዝር ውስጥ ገባ አላህ قال فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة نزيد دلنيوش ናቸው አላህ ለኸይር ስራ ይወፈቃቸው ዱንያ ላይ በቆዩበት እድሜ አላህ የሚወደውን ስራ የሰሩ በመልካም ነገር ላይ ተቅጣጩ በዛ ላይ ተሯሯጡ የለፉ የሆኑ ሰዎች ናቸው فأما من أوتي كتابه بيمينه يا ስራውን የሰራውን ስራ የተመዘገበበትን መዝገብ በራሪውን ብሎ አላህ እንደሚያወሳው وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ያን በራሪውን በእያንዳንዱ የሰው ልጅ እናንጠለጥለለታለን አለ በአንገቱ ላይ في عنقه ከዛ መጽሐፍ ይከፈታል ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا أي مفتوحا يتكفته ነው ይሄው አንብብ ራስህ የራስህን ውጤት ራስህ ፍረድ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ያ በቀኝ ይሰጣል የሚሰጣው فسوف يحاسب حسابا يسيرا يا بكن يتسطو قلال يوم مرمر يمرمر لا لا وهو العرض اليسير على الله لذين في الصحيحين لا عائشة عندما تستلفوا نبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب فإذا رواية هلك يعني مرمر وسجان داندو በትንሹም በትልቁ ምርመራ ውስጥ የገባ ሰው ጠፋ ወደመ ተቀጣሉ አይሻ ከዚህ ንግግር يعني ሒሳብ ላይ ተመርምሮ ቀለል ያለ ምርመራ እንዳለ ከቁርአኑ ታቃለችና አለይሰ يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ስራው የሰራበት የተመዘገበበትን መዝገብ በቀኙ የተሰጠው ቀላል የሆነ ምርመራ አለ አልተባለም እንዴ አለቻቸው ذلك العرض አሏት ያማ ማቅረብ ነው አይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያንን ባሪያ ያቀርበዋል وهو العرض اليسير على الله شيخهم እንደሚለው فيقرره الله بذنوبه ወንጀሉን እንዲያምን ያደርገዋል ያንን ባሪያ عبد الله بن عمر رواية لم دمتو يضع عليه كنف أي سترة فيستره ألم تفعل ذنب كذا في يوم كذا بزي هنن وانجل السرهم منه يامنا لياه بارع سرتشالو هنا السرهم منه سويو كمن بوالا بكا تكتو بكا طفبلو باسبسات قد سترتها لك في الدنيا دنيا ليل أنت شفني اللي نبر وانا اغفرها لك اليوم زارم يانن امر الله الله يقال الله يمرون هنا عرض يتبالو فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال المرمره يتبالو اما نقاش ውስጥ የገባ ከሆነ ምርመራ ውስጥ በዝርዝር የተገባበት የሆነ ሰው هلك عذبال حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم زاري مر الله الله وشفن الله لبال إلا المجاهر فحديث لي عندما تو وانجلون بيفهم يناقر
እንደ ጀብዱ እንዲሰራው ያለ ወንጀል ለሰዎች የሚያወጣ የሆነ ሰው ይሄንን ኒዕማ ያገኘው አይማርም ምክንያቱም አላህ የሸፈነለት የሆነ ነውር ያንን ወንጀል ለሰዎች ያወጣ ይናገራል በማታ የሰራውን ወንጀል ቀን ወጥቶ እንዲኮ እኔኮ እንዲነኝ ያለ ያወራዋል ይህ ሰውዬ ወንጀሉ እንዳይማርለት በራሱ ላይ ሰበብ ይሆናል ማለት ነው وينقلب إلى أهله أي في الجنة مسرورا لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب يهسو كقطعت نصا ሆነዋል ስኬታማ ሆነዋል ምንዳ ተሰጥቶት እንዴት ደስተኛ አይሆንም በጣም ይደሰታል بل الله سبحانه وتعالى عندنا نجرا فأما من أوتي كتابه بيمينه ايش يقول فيقول هاؤم اقرءوا كتابي لأنه مسرور በጣም ተደሳች ስለሆነ ያንን ደስታ ሰዎች ሁሉ እንዲያዩለት ይመኛል هاؤم اقرءوا كتابي ያው መጻፌና አዩት አንብቡልኝ ይላል ይዞራል ይደሰታል ይሮጣል إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي في أيام الدنيا يقول له خير كف بالتش جنة يقول له دستا فريوچو እንደዛ ይቀርቡ እንደፈለገ የሚመገብበት የሚያረካውን ሁሉ የሚያገኝበት የሆነ ቦታ بما أسلفتم في الأيام الخالية يقول له نعمة دنيا لاي باصالفاچوت ህይወት ነው أطعتم الله الله ታዛችኋል የተፈጠራችሁበትን ዓላማ አሳክታችኋል ስለዚህ ስኬት የደስታ ይገባችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣል ደስተኛ ይሆናል لأنه نجا من العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من خلفه إهانة وإذلالا له ሶስተኛ كيفية አይደለም ይላሉ ይሄ ሶስተኛ كيفية ሳይሆን በግራ የሚሰጣቸው ራሱ እነሱን ለማዋረድ ዝቅ ለማድረግ ፊታቸውን ሁሉ ያዘሩን በጀርባ እንዲዞሩ ነው የሚሰጣቸው በግራ እጃቸውም ሆነው ከጀርባ ነው የሚሰጣቸው بشماله من خلفه فسوف يدعو ثبورا በዚህ መልኩ ደግሞ እንዲተዋርዶ በዚህ መልኩ ዝቅ ተደርጎ የሚሰጣው አካል ዋይታን ይጣራል ዋጥፋቴም ይለዋል ይጣራል فسوف يدعو ثبورا أي من الخزي والفضيحة ከባድ የሆነ ውርደት ስለሆነ ነው وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها يا بمياغنيو مصحف ውስጥ የተጻፈው የተቀመጠለት ነገር ስራው التي قدمها يا صلفا الدنيا ላይ የኖረባት የሆነች ወንጀሉ ولم يتب منها توبه ያላደረጋቸው ወንጀሎቹን ሲያይ ውርደት ነው የሚሰማው واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه يؤمر به الى النار عياذا بالله ورساتي والسلام خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاصلوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين سراو ينبروا كفاته يزرزر الماء يقولوا سكاينا مكرا ميدرسبت بزا سنسلت تطفروا ወደ جهنم የሚወረወርበት يقولوا ምክንያቱ ምን እንደሆነ ይዘረዘራል የመጀመሪያው ግን عدم الإيمان ነው إنه لا يؤمن بالله العظيم فتلاقوا بالله سبحانه آيامنم نبر مسكينوچንም በማብላላት يعني በማብላት እነሱን በመንከባከብ ላይ ምን አይልም አይተባበሩም አያነሳሳም ሰዎችን እነዚህ ዋና ዋና ምክንያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠቅሳል ويصلى سعيرا
የተጋጋመችው በጣም አሰቃይና አቃጣይ ወደኖችው እሳት ይገባል አይ تحيط به السعير من كل جانب በየአቅጣጫው ታካብበዋለች ይቺ እሳት ويقلب على عذابها በቅጣቷ ላይም ደግሞ ይገለባበጣል ከአንዱ ወደ አንዱ ይቀያየራል وذلك لانه في الدنيا ምክንያቱም ይህ ሰው በዚች በቅርቢቱ ዓለም በስራ ሀገር በዱንያ ሀገር ላይ ሲኖር كان في اهله مسرورا በዱንያው ደስተኛ ነበር ቤተሰቦቹ መሃል በወንጀል የሚደሰት የአላህ ትእዛዝ ምንም የማይመስለው ማለት لا يخطر البعث على باله መቀስቀስ የሚባለው ነገር አእምሮ ላይ የለም ሞቶ መቀስቀስ ስለሚባል ነገር አስቦ አያውቅም وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه ወደ አላህ መመለሱን እሱ ፊት መቆሙን አንድ ቀንም ገምቶ ታስቦት አምኖበትም አያውቅም በዚህ አስተሳሰቡ ደግሞ በጣም አበላሽቷል ለራሱ የሆነ ሐያቱን ማለት ነው بلى إن ربه كان به بصيرا ጌታው እሱን ተመልካች ነበር ያየው ነበር إن ربك لبالمرصاد ብሏል በመጠባበቂያ ስፍራ ላይ ነው ከሱም ያመልጠው ምንም ነገር የለም فلا يحسن أن يتركه سدى ولا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب በጣም የሚያምር ነገር አይደለም በልክ ሊተው አላህ አይተውም የማይታዘዝ የማይከለከል የማይቀጣ የማይመነዳ ተደርጎ አይተውም ይሄ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህክማ የሚገጥም አይደለም تعالى الله عن ذلك አላህ ከዚህ የጠራ ነው ስለዚህ የሰውየው በዚህ መልኩ መዘናጋት ከአላህ ቁጥጥር ውጭ አይደለም አላህ ይመለከታል ያየዋል በዛም ነው የሚመነዳው ነው أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون فلا أقسم بالشفق بوغاغنو أملالو على الله والليل بللتم أملالو وما وسق عندهم بسبسبون والقمر إذا اتسق بجرقام أملالو مولو بهونج غزي لتركبن طبقا عن طبق تلواوط አላችሁ على الله لتركبن طبقا ከአንዱ ሁኔታ عن طبق ከአንዱ ሁኔታ ወደ ሌላ ሁኔታ ትለዋወጣላችሁ فما لهم لا يؤمنون ታዲያ እነዚህ ሰዎች ምን ሆነው ነው የማያምኑት ምን አላቸው የማያምኑበት ምክንያት وإذا قرئ عليهم القرآن በእነርሱ ላይ ቁርአን ሲነበብባቸው لا يسجدون የማይሰግዱት ምን ኖራቸው ነው አለ አላህ بل الذين كفروا يكذبون በርግጥ እነዚያ የካዱ ካዲዎች በትንሣኤ ዕለት ያስተባብላሉ والله أعلم بما يوعون እነርሱ ውስጣቸው በሚያስቀምጡት በልባቸው ውስጥ በሰበሰቡት ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋቂ ነው فبشرهم بعذاب أليم አሳማሚ በሆነ ቅጣትም አብስራቸው إلا الذين آمنوا እነዛ ያመኑት ግን وعملوا الصالحات ደግንም ሥራ የሰሩ
لهم أجر لنس من دالاتشو غير ممنون يما يقرط يهون من دال. يقول السعدي رحمه الله أقسم في هذا الموضع بآيات الليل. الله سبحانه وتعالى الزيبو تالي بلالي تامراتوچ نو بلالي بميكستو تامراتوچ يملال. فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس. الله بوغاغن ماله شفق الذي هو بقية قري هونو نور الشمس يصحاي قري صحاي غبتا مጨረሻ ላይ ምን ምትለው ምትቀረያ ሑምራው ማለት ነው ቀዩ ማለት ነው ያ ነው ወጋገን የሚባለው الذي هو مفتتح الليل የሌሊቱ መጀመሪያ መክፈቻ የሆነው ያቶም ፀሐይ ወደ ምዕራብ ገብታ ያንን የመጨረሻ መጥለቂያዋ ሰዓት ላይ ያ ሑምራ ይሆናል ወጋገኑ ይመጣል ከዛ በኋላ ነው ይሸፈናል በሌሊቱ ማለት የሌሊቱ መግቢያ ነው በዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚምለው والليل وما وسق أي محتوى عليه من حيوانات وغيرها ሌሊቱ ሌሊት ሲሆን የሌሊት እንስሳቶች በሌሊት የሚንቀሳቀሱት ደግሞ ይወጣሉ በሌሊቱና በሰበሰበውም እምላለው አለ አላህ ከሌሊት ጋር ተያይዞ ሌሊትን ጠብቀው በሚወጡት ማለት محتوى عليه من حيوانات وغيرها እንስሳቶችም ሌሎችም والقمر إذا اتسق أي امتلأ نورا برهانو بمولا جزي بإبداره أي ليلة البدر يبالان أسرار التنيو ليلة شارك مالت برهانو يمولان شارك وام راسات مولان لج برهانو مولي هونان بزي ساعتنا وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع بطعم يميامر هونان يعني أسرار التنيو ليلة شارك ستملكت بطعم مياسس نجر نعيتها وراسو ከተቀሙ ማንጻር እንደዛ ነው ከሌሎች ቀናቶች ጨረቃ የ14ኛው ጨረቃ በተቀሙ የጎላ ነው والمقسم عليه የተማለበት ጉዳይ ምንድነው ለተርከቡን አይ ايها الناس ትጓዛላችሁ ትቀያየራላችሁ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ طبقا عن طبق أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي. شيخ رحمه الله أطوار ملون نجر يسرزرون كأنده هنيتا ودا عنده هنيتا تكاير الله شو إيه جنا كما جمرة وجمرة من النطفة يفتوى التبتاونا شو بناتها شو ما أسأل استكمت الله شو ثم إلى العلاقة كذا ودا رجادم أدقت هيدت يتكاير يمتال إلى المضغة كذا من دك الرأج سجاته هنا الله شو إلى نفخ الروح أردت ترسم ولا النزام ملاكتوج روح عندي نفو بزاز انسلا يتاززال ورزا درجات هادقالاتشو ثم يكون وليدا وطفلا كزام تولدو صالجي هنا ليالجي ثم مميزا كذا أي سن التمييز تدرسالاتشو يمليا هنا ادميو ثم يجري عليه قلم التكليف بلوغ سيدرس مكلف يميبالو درجة يدرسال يانداندو سرع ወደሱ የሚቅጣጭበት እድሜ ትእዛዝ የሚመጣበት ይሄንን ስራ ግዴታ አለብህ ይሄን ተከልከል ግዴታ አለብህ የሚባልበት እድሜ ይደርሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከደካማ ወደ ብርታት ከዛም መልሳችሁ ወደ ደካማ ትሄዳላችሁ ነው ያለው الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء دكما نبراتشو على الله ሲፈጥራችሁ ከናተ ቁጥጥር ከአባተ ቁጥጥር ውጭ ማትሆን ካይናቸው ስውር ስትል ወይ ብለው የሚደነግጡበት ምንም ሳያዩ ማለት ነው ለምን አቅመ ቢስ ስለሆንክ ደካማ ስለሆንክ ከዛም ወደ ብርታት ወደ ጥንካሬ ትሄዳለህ ወደ ወጣትነት ወደ መጎልመሱ ከዛም ደግሞ ወደ መውደቁ ይኬዳል
ضعفا وشيبة ወደ ደካማው እድሜ ወደ እርጅና ትሄዳለህ አለ አላህ ይሄ ሂደት የማይቀር ነው لتركبن طبقا عن طبق ثم يموت بعد ذلك ከዛ በኋላ ደግሞ የሰው ልጅ አይቀርም كل نفس ذائقة الموت ይሞታል መሞቻው ይደርስና ثم يبعث ويجازى بأعماله ከዛም ደግሞ ይቀሰቀሳል በእያንዳንዱ በሰራው ስራ يمندل إن خيرا فخير وإن شرا فشر فهذه الطبقة المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد الله سبحانه وتعالى يهنن لسولج يسايو البراسو وفي أنفسكم أفلا تبصرون ملانيانا نفساتكم تملكتوا السي هدتاتكم أيو أتملكتم أتستولون من هيلنا على الله ይህ ሂደት ይህ የተለያየ ደረጃ ይህ የሚለዋወጥ ሁነት በሰው ልጅ ላይ የሚሄደው الجاري على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود ብቸኛ የሆነ ሊያመልኩት የሚገባ ጌታ አላህ ብቻ እንደሆነ አመላካሽ ነው المدبر لعبده بحكمته ورحمته በእዝነቱና በጥበቡ ባሪያውን የሚያስተናብር ብቸኛ ጌታ እርሱ መሆኑን ያመላክታል وأن العبد فقير عاجز ይህ ባሪያ ደግሞ ፈላጊ ነው ወደ አላህ ደሃ ነው ደካማ ነው أنتم الفقراء إلى الله እንዳለ አላህ ሰው ልጆች ሁሉ ሙእሚኒሂም ወካፊሪሂም ሁላችሁም ወደ አላህ ፈላጊ ናችሁ والله هو الغني الحميد الله ምስጉን የተብቃቃ የሆነ ጌታ ነው وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم يهدك من فلاقي هنا وباريا بمان الجسن يالله بمان سرن يالله عشنا في النار رهبونه بالله سبحانه وتعالى ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون كمون قر بزي ملكو الله يسول لج كما استنابروا قر جن أبزانيا يسول لجوج አያምኑም فما لهم لا يؤمنون ምን አላቸው ምን ኖራቸው ነው የማያምኑት እነዚህ ሰው ልጆች የአላህን ትእዛዝ የማያከብሩት واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون اي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لاوامره ونواهيه ለሱክል ከላ ቁርአን ላይ ያለው ክልከላና ትእዛዝ ተገዢ የማይሆኑት የማይተናነሱት ለምንድን ነው ለምን ቁርአን ተከታይ አይሆኑም ወደ ቀጥተኛ መንገድ መሪ ሆኖ ሳለ بل الذين كفروا يكذبون أي يعاندون الحق بعدما تبين كتبرر كتجلس بوالا حقا يقفترالو أي يقبلوا فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم انقيادهم للقرآن فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه منهم انقدانا قرأي لما على شيخ رحمه الله የነሱ አለማመን የነሱ ለቁርአን አለመጎተት ለቁርአን ታዛዥ አለመሆን የሚያስደንቅ የሚያስገርም ጉዳይ አይደለም ምክንያቱም فإن المكذب አስተባባይ ካዲ የሆነ ሰው بالحق عنادا ሆን ብሎ ማለት ነው ሐቅን የሚገፈተር የሆነ አካል لا حيلة فيه ለሱ ምንም መላ የለህም ምንም መላ የለህም ምንም የምታመጣው ነገር የለም والله أعلم بما يعون أي بما يعملونه وينوونه سرا فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجازيهم بأعمالهم እነዚህ ሰዎች ልባቸው ውስጥ በሚደብቁት ንያቸውን ራሱ አላህ ያውቃል إنه عليم بذات الصدور በድብቅ የሚሰሩትን ሁሉን ነገር ያውቅባቸዋል فالله يعلم سرهم وجهرهم ምስጢራቸውንም በይፋ የሚያወጡትንም ሁሉም እሱ ዘንድ እኩል ነው سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار الله ዘንድ ሁሉም እኩል ነው ንግግርን ግልጽም ያደረገም ይሁን የደበቀ الله ዘንድ እኩል ነው واسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ንግግራችሁን በይፋ አውጡትም መስጥሩትም እሱ ከውስጥ ልባችሁ ውስጥ ያለው ነው የሚያውቀው ነው የሚለው ከአላህ ምን ደብቀው ነገር የለም
ስለዚህ ይህንን ሙራቀባ አላህ የውስጤን ያውቅብኛል ያለ ሰው ይጠነቀቃል መልእክቱ والله أعلم بما يوعون وسيجازيهم بأعمالهم بسراتشو دمو يمنداتشوال ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم أسمى ببهونة قطعت أبسراتشوال هذا التوبيخ له بشارة بزوجي ظاهره لمن دنو يميونه لخير نوار لندي لشر مردونه أردونه لندي يبارو نقرقن الله أنه يسوج براساتشو سلافيزو በእንደዚህ አይነት ቃል ሙዓመላ ያረጋቸዋል ለነፍሳቸው ምን አላሉ አልተቀሙ ለዚህ ነው አላህ እኛንም ያስተነቀቀን ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم እንደነዛ አላህን እንደረሱትና ነፍሳቸውን እንዳስረሳቸው قال بعض المفسرين اي فانساهم مصلحه انفسهم ለራሳቸው የሚጠቅመውን ጉዳይ ራሱ አስረሳቸው حتى في حياتهم الدنيا በዱንያ ሐያታቸው ላይ ራሱ አላህን የረሱ ሰዎች ለራሳቸው የሚጠቅማቸውን ነገር ራሱ መስራት አይችሉም በአንድ ጎን ቡኻላዎች ናቸው ለነፍሳቸው ራሱ ማለት ነው ለነፍሳቸው የሚጠቅማቸውን ነገር አያደርጉም ስለዚህ አላህ በዛ ይመነዳቸዋል فبشرهم بعذاب أليم وسميت البشارة بشارة بشارة ይባላል بالسرات تبلو بزي بشارة بميلو يتطرى ولا لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما بشرة يسونتاችን ቆዳ አካላችን ማለት ከዛ ተነስቶ ነው ምክንያቱም ያ ቢሻራ ያ ብስራቱ በኸይር ከሆነ ፊታችን ላይ ቆዳችን ላይ የምታሳየው ምልክት አለ ደስታ نضارة الوجه يفيت برهان دستنيا የሆነ ሰው ፊቱ ላይ ደስታ ነው የምታነበው ውስጡ ያለው ነው ልቡ ሲጎዳ ደግሞ ልብ ፊቱ ላይ ይታያል ያ ቡእሱ ማለት ፊቱ ጨፍገግ ይላል ይጠቁራል ይባላል ስለዚህ በሐዘንም ጊዜ ይሁን በደስታ ጊዜ ያ ቢሻራው የሐዘን ከሆነ ፊቱ ላይ የሚታየው ቆዳው ላይ የሚታየው ምልክት አለ የደስታም ከሆነ እንደዛው سرورا أو غما بدستام يهون بچنكت بحازن يميتاي ملكت سلال لنا تؤثر أي تسأنو تادرق عليك أكالو لي فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به إيه يابزان يوسو حالنا على الشيخ رحمه الله قرآن ما استبابل بسو على مامن يابزان يوسو وقليل من عبادي الشكور أمسكا ينشو تكيتوش ناچو አማኞቹ ጥቂቶች ናቸው በከደት ያሉት አብዛኛዎቹ ናቸው ومن الناس فريق هداهم الله ከሰዎች ደግሞ አሉ ቡድኖች አላህ የመራቸው فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الرسل بالله امنوا መልእክተኞች ወደ እነርሱ ይዘውላቸውን የመጡት መልእክቶች ሁሉ የተቀበሉ በልባቸው አምነው በተግባራቸው ይገለጹ فآمنوا وعملوا الصالحات آمنوا መልካምንም ሥራ አሳዩ فهؤلاء እነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ لهم أجر غير ممنون ለነርሱ የማይቋረጥ የሆነ ምንዳ አላቸው أي غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ለነዚህ ሰዎች የማይቋረጥ ምንዳ ነው ሁሌ ዘውታሪ የሆነ ምንዳ في جنات النعيم ومتاكمያ ጀነቶች ውስጥ ማለት اكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار የነዚህ የጀነት እንግዶች ዛሬ ዱንያ ላይ ያንን ስራ የሰሩ ናቸው الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الا جي استثناء منقطع نات أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون يما يقرط هنا من دا عين أيتوت جورو سمتوت بأمرو لاي بلبونا لايم دمو عندك أن بيون ول بلو يما يوك ياتشين وديونتشين جنة
الله سبحانه وتعالى يشلماتشوال يسطاتشوال وهذا بسبب ما أسلفوه في حياتهم الدنيا